قبل ساعات من حدوث زلزال ضخم، تبدأ الحيوانات في المنطقة بإظهار سلوكيات غريبة. الكلاب تنبح بشكل مستمر، الطيور تهرب من أعشاشها، وحتى الأسماك تخرج من المياه. كيف لهذه الحيوانات أن تعرف قبيل حدوث الكارثة؟ هل لديها قدرة خارقة على التنبؤ بالكوارث الطبيعية؟ اليوم سنأخذك في رحلة لفهم هذه الظاهرة المدهشة، ونستعرض الأسرار العلمية وراء قدرة الحيوانات على التنبؤ بالكوارث قبل حدوثها. سلوكيات غريبة تنذر بالكوارث. قبل حدوث الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والأعاصير، تظهر الحيوانات سلوكيات غريبة تجعلنا نتساءل: ماذا يحدث؟ هل تعلم أن الكلاب قد تبدأ بالنباح بشكل مستمر قبل ساعات من حدوث زلزال؟ أو أن الطيور قد تهرب من أعشاشها بشكل غير معتاد؟ حتى الأسماك قد تخرج من المياه أو تظهر على سطحها قبل حدوث الكارثة. هذه السلوكيات ليست مجرد صدفة، بل هي إشارات تنذر بقرب حدوث كارثة طبيعية. فكيف تستطيع الحيوانات فعل ذلك؟ الإجابة تكمن في قدرتها الخارقة على الشعور بالتغيرات الطبيعية التي لا يستطيع الإنسان إدراكها. النظريات العلمية وراء هذه القدرة. يحاول العلماء فهم كيف تستطيع الحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية. من بين النظريات الأكثر شيوعاً هي أن الحيوانات تستطيع الشعور بالتغيرات في الضغط الجوي أو الاهتزازات الأرضية قبل حدوث الزلزال. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن الحيوانات تستطيع الشعور بالتغيرات في المجال الكهرومغناطيسي، أو حتى تسمع أصواتا واهتزازات لا يستطيع الإنسان إدراكها. هذه القدرة تجعلها قادرة على التنبؤ بالكوارث قبل حدوثها بساعات أو أيام. قصص حقيقية لحيوانات أنقذت حياة البشر. هل تعلم أن هناك قصصا حقيقية لحيوانات أنقذت حياة البشر بسبب قدرتها على التنبؤ بالكوارث؟ في عام 2004، قبل حدوث تسونامي المحيط الهندي، لاحظ السكان أن الحيوانات في المنطقة بدأت بالهرب إلى المناطق المرتفعة. هذا السلوك أنقذ حياة كثيرين من البشر الذين اتبعوا الحيوانات إلى المناطق الآمنة. كذلك في اليابان، قبل حدوث زلزال توهوكو في عام 2011، لاحظ العلماء أن الكلاب والطيور أظهرت سلوكيات غريبة تنذر بقرب حدوث الكارثة. هذه القصص تؤكد أن الحيوانات لديها قدرة حقيقية على التنبؤ بالكوارث. كيف يمكننا الاستفادة من هذه القدرة؟ بالإضافة إلى أهمية فهم هذه الظاهرة، يمكننا الاستفادة من قدرة الحيوانات على التنبؤ بالكوارث لحماية البشر. باستخدام تكنولوجيا متقدمة، يمكننا مراقبة سلوك الحيوانات واستخدامه كنظام إنذار مبكر للكوارث الطبيعية. في المستقبل قد نستطيع تطوير أجهزة تقلد قدرة الحيوانات على الشعور بالتغيرات الطبيعية، مما يساهم في حماية المزيد من الأرواح وتقليل خسائر الكوارث. أسرار أخرى لقدرة الحيوانات. ليست الزلازل والأعاصير هي الكوارث الوحيدة التي تستطيع الحيوانات التنبؤ بها. بعض الحيوانات تستطيع الشعور بتغيرات الطقس قبل حدوث العواصف أو الفيضانات. على سبيل المثال، قد تتصرف الحيوانات بشكل غريب قبل حدوث عاصفة رعدية، أو قد تهرب من مناطقها قبل حدوث فيضان.
هذه القدرة تعكس تكيف الحيوانات مع الطبيعة على مدى آلاف السنين، وتظهر أنها لديها نظام إنذار طبيعي يجعلها قادرة على البقاء في وسط الكوارث. تجارب علمية لدراسة هذه الظاهرة. لفهم أكثر عمقاً لقدرة الحيوانات، أجرى العلماء كثيراً من التجارب. في إحدى الدراسات تم مراقبة سلوك الكلاب والفئران قبل حدوث زلازل صغيرة. وجد أن هذه الحيوانات تبدأ بإظهار سلوكيات غريبة قبل حدوث الزلزال بساعات. كذلك درس العلماء كيف تستجيب الأسماك للتغيرات في ضغط المياه قبل حدوث التسونامي. هذه التجارب تؤكد أن الحيوانات لديها قدرة للتنبؤ بالكوارث قبل حدوثها.